هل تعلم ان ادمان الاباحيه مش بس بيأثر عليك، ولكن في شركات بتحقق من وراك مليارات، وكل ده بيكون على حساب صحتك العقليه والنفسيه؟ تغيرات كبيره في كيمياء المخ بتشبه تأثير المخدرات. ده اللي بيخليك ما تتبسطش بالاشياء الطبيعيه اللي هي بتبسط اي حد. هتلاقي نفسك بتحب تقعد مع الموبايل في اوضتك بالساعات، بتلغي خروجات وبتبعد عن اي قعدات عائليه، بتكون منعزل تماما عن اي اجتماعيات حواليك. احساس بالذنب، عزله، وتاثير على العلاقات. حجم صناعة الأفلام الأباحية وصلت عالميا ل 97 مليار دولار سنويا، بمكاسب شهرية توصل ل 333 مليون دولار. مش متخيل يعني إيه 97 مليار دولار؟ فأحب أقول لك إن دي أرباح شركتين من أقوى الشركات زي سبوتيفاي ونتفليكس. المواقع الأباحية بتستحوذ على 35% من إجمالي الإنترنت عالميا. إدمان الأباحية بيأثر على 200 مليون شخص عالميا. السؤال هنا، إزاي الشركات دي بتعتمد على الإدمان؟ في الفترة الأخيرة الشركات دي لجأت لاستخدام تقنية الذكاء الاصطناعي عشان يقدروا يقدموا محتوى مخصوص يساعد على الإدمان، ده غير إن في غياب للرقابة الفعالة والاعتماد بس على زيادة المشاهدات. وهنا الشركات بتعتمد على الأرباح الضخمة مقابل أضرار اجتماعية ومادية ضخمة على الأفراد. في النهاية حابب أقول لك إن الشركات الإباحية بتكسب من ضعفك، وقرار التغيير بيبدأ منك. حياتك وصحتك يستحقوا الأفضل.